فيلمنا بيبدأ بالبطل بتاعنا وهو بينط بالباراشوت من الطيارة وبينزل على قطار ماشي بسرعة. وكان في القطار ده جدة ومعاها أحفادها وهي بتحتفل ليهم بعيد ميلادهم. وبينزل الوحش على القطر بالمظلة وهو نازل على القطار مش عشان يتفسح. ده أليكسيس أكتر لص في العالم. بينزل عشان في غرفة في القطار فيها عقد من الألماس. واقف على بابها 2 بودي جارد للحراسة. بيفتحوا الباب ما يلاقوش التاج ويلاقوا الرمز بتاعه. ايه؟ رمز أليكسيس اللص الدولي أذكى لص في العالم. ويطلع أليكسيس على القطار ويغير هدومه عشان يهرب ويضربوا عليه نار. بس هو عامل حسابه بيركب زلاجة وبيقفز وبيتزحلق على الرمل. والحارس بيحاول يجيبه لكن بيخلع منه ويفلسع بالتاج. وبنروح للعصابة دي وهما بيسلموا مخدرات وبيلاقوا اللي جاي يشتري الصفقة داخل عليهم زي الشبح بالموتوسيكل الريس بتاعه. وبينزل بيها على المركب ويخمس تخميسة حلوة كده وبيسلمهم الفلوس. بس بيقع منه كارنيه ويطلع المعلم ضابط شرطة وبيروحوا ماسكينه على طول. يوم هوب الشغل الهندي يحضر ويطلع صاحبه من تحت المية ويطير من فوق المركب ويضربه بالنار ويقتل زعيم العصابة. وبيروح على باقي العصابة وصاحبه بيخلص على الاتنين اللي معاه على المركب وبتنفجر جراكن البنزين وبتنفجر المركب. ونروح بعد كده في مقر الشرطة. بتكون الضابط أليس بتتكلم عن أذكى لص في العالم وإنه إزاي بيختفي بمجرد ما ياخد الحاجة من المكان. بيقطعها الضابط جاك ويقول لها الموضوع مش كده وبس، ده بيبقى دارس كويس جدا تفاصيل المكان قبل ما يسرقه وبيسافر أماكن مختلفة ومالوش مكان معين وبيعمل ماسكات ويغير شكله قبل أي عملية يعملها. وكمان بيستخدم معدات حديثة جدا في كل سرقة. وهنا الضابط جاك قاعد على الكاميرات متوقع إن اللص أليكسيس هيجي على المتحف ده لأن فيه عقد غالي جدا وقديم جدا. وهو بيطمن على الموقع وإن كل واحد في مكانه. بتيجي الضابط أليس تقول له الحرس في كل حتة ومستعدين. وبيكلم صاحبه الضابط التاني عشان هو بيأمن مكان تاني متوقع إنه يروح له. بيقول له خليك جاهز. بيوصل أليكسيس من تحت الأرض وبيخرج من فتحة في سيراميك الحمام اللي في المتحف وبيبقى الهدف ألماظة بتساوي ملايين وعليها حراسة مشددة. أليكسيس بيتخفى في شكل تمثال زي دول بالظبط وفي إيده كتاب. في شاشة على عربية هو بيقدر يتحكم فيها ويبدأ يحرك العربية في وسط الحراس وبتبقى مش ظاهرة للكاميرات عشان لونها أسود وماشية على الخطوط السوداء اللي في الأرض. وبيقربها من الجوهرة ببطء يوم يفعل جهاز في العربية يقدر يجيب الجوهرة وكمان يحط عدسة تعمل صورة ضوئية كأن الجوهرة موجودة لسه. وفي المتحف اللي فيه الضابط جاك بيبقى واقف مع مدير المتحف وبيحكي له قصة العقد ده وبيقول له إن الجوهرة بتاعة العقد مفقودة. هنا جاك بيخرج بسرعة وعارف إن اللص مش هيجي هنا عشان هو مش بيسرق حاجة فيها أي عيوب. ويتصل بزميله اللي في المتحف التاني وبيقول له أنا جاي لك في الطريق وخلي بالك. وبيخبط في عامل نظافة وهو ماشي. بيقول له أنا خبطت في عامل من عمال النظافة. بيقول له إزاي؟ أنا مدي إجازة لكل العمال في المتحف. بيقول له وقفه وشوف بطاقته. بيقول له إن النهاردة إجازة. إيه اللي جايبك؟ بيقول له أنا عجوز وبنسى حتى اسمي. فبيطلب منه كارنيه أو بطاقته عشان عايز يعرف هو مين. بيقوم دايس أليكسيس على زرار في الجنب بينزل مادة من رجليه تسيح الحديد ومرة واحدة بيختفي من قدامهم وبينزل في البلاعة ويوم يخرج من الناحية التانية وهو لابس سكيت في رجليه. وتبدأ المطاردة من الضابط لأليكسيس بيجري ويقوم طالع فوق سور حديد عشان في أطفال ويطلع على طريق سريع لكن الضابط أسرع منه الموتوسيكل وهيجيبه. يوم أليكسيس مفعل نظام دفع مغناطيسي ويزود سرعته جدا والضابط يقرب منه ويطلع مسدسه ويضرب عليه نار. يقوم طالع ما بين الأتوبيسين على يافطة ويطلع فوق الكوبري لكن بيلاقي جاك مستنيه بطيار هليكوبتر ومعاه قناصة وبيبدأ يضرب عليه. بس أليكسيس بيطلع أذكى منه وبيغير اتجاهه وينزل تحت عربية. بعد كده يدخل في شارع تاني لكن الضابط جاك بيكلم الضابط زميله روح قبله بسرعة من الشارع التاني لكن بيلاقي في ماراثون جري وأليكسيس بيدخل وسطيهم وبيخلع. تيجي أليس وهي بتضرب نار وبتلوم جاك إنه معرفش يجيبه. بيكون أليكسيس في المطار وقرر إنه يسافر لكن بيلاقيهم بيتكلموا في الأخبار عنه وعن إن في سيف دهب في القلعة وإن عمر ما حد هيقدر يوصل له. فبيقرر يرجع ويتحداهم تاني ويكون الرجالة كلها عند القلعة ومستنينه. وبيكون في حد تاني في ظهر القلعة بيضرب سهم وبيتسلق وبيطلع فوق وكمان بينزل في الغرفة اللي فيها السيف. بس مش بيكون أليكسيس كان قاعد بيضرب سندوتش في السريع وبيقول له إنه عاجبه ذكائه عشان عارف يوصل هنا. بيجي ياخد السيف الذهب بيمنعه وبيقول له البس النضارة دي عشان تفهم. وبيظهر خطوط خضراء ودي متصلة بالإنذار وكمان في صواعق كهرباء بتضرب اللي يمسك السيف. ويقول له مفيش غير حل واحد. بياخد عملة من على الأرض ويضرب جهاز الإنذار وبيجي الحراس في ثواني ويقوم شد السيف وطاير لفوق
واليكسيس بينام على الارض والصواعق بتضرب الحراس، ويقوم حاطط الرمز بتاعه، وبتجري الظابط ورا اللي اخد السيف وتطلع المسدس وتوقفه، ويطلع المعلم من وراها فجأة ويقوم ساحب زميله الحرامي ويجري بيه بسرعة. بيتفاجئ عم اليكسيس ان اللي سرق السيف مش راجل، دي بنت زي القمر. وكمان عم اليكسيس بيعجب بيها وبتقول له انها متابعاه من زمان، وبتقول له انا كنت ممكن اقوم بالعملية لوحدي ومحتاجش لمساعدة حد، بس بياخد السيف ويقول لها ده من حقي عشان سرقتيه وحطيت اللوجو بتاعي في المكان، وبيمشي ويسيبها. ويجي لها تاني يوم ويتنكر في هيئة لاعب باسكت بول، بس هي بتعرفه ويقول لها هنلعب 5 نقاط، فاللي يكسب يحكم على التاني. وبيبدأوا اللعب وهي بتقوم خاطفة الكورة وتسجل أول نقطة وكمان النقطة التانية. بعديها على طول يقوم مسجل هو كمان نقطتين، بس بتقوله إنها مش عايزة تكمل، بس أنا عايزة أشتغل معاك. هو بيقول لها إن ما عنديش ثقة في حد، بس بتمدله إيديها وهو بيوافق على طول. وبعد كده بيسيبها وبيمشي، وبيجي لها في السينما وهو متنكر تاني وهي مش عارفاه، بس بتتفاجئ انه عايز يقابلها عشان تفاصيل العملية الجديدة، وتلاقيه بعت لها دعوة على العشاء ويتكلموا في موضوع غير العملية خالص. ويجي لها تاني يوم بوشه الحقيقي ويقول لها لازم تتدربي، ان اهم حاجة عايزها منك انك تثقي فيا. وهي بتقول له انا واثقة فيك، والا ما كنتش عرضت عليك اني اشتغل معاك. وبيطلب منها انها تنط من فوق الجبل رغم الارتفاع الرهيب، لكن بتكون شجاعة وبتنط وبينط معاها هو كمان، ويربطها بحزام أمان ويتعلقوا مع بعض، ويقرروا يعملوا أول مهمة مع بعض. بيروحوا متحف هيسرقوا منه عملات ذهب، وبياخدوا تفاصيل المكان قبل العملية. وبيقف عند العملات الذهبية ويقول لها دي ثروة تساوي ملايين الدولارات. ويجي يوم العملية في المتحف ويكون في رحلة مدرسية، ويكون أليكسيس وزميلته متنكرين في شخصية الأقزام السبعة، ويحدف أليكسيس كيس مليان عناكب وتبدأ تنتشر في المكان، وبتطلع على رجلين العيال الصغيرة ويصرخوا ويحصل هرجلة في المكان كله. والضابط مش عارف يعمل ايه، ويقول لزميله فتش الناس كلها بعد لما لقى صندوق العملات فاضي والعلامة موجودة. صاحبه بيقول للحراس فتش الناس الكبيرة والتلاميذ عديهم كلهم. ويتنكر أليكسيس وصاحبته في هيئة عيال صغيرة ويعدوا بمنتهى السهولة. بيلاحظ الضابط ان في 2 من الأقزام اختفوا، وياخد أليكسيس الموتوسيكل ويطير، ووراه الضابط في طيارة هليكوبتر، ويزود أليكسيس السرعة ويدخل نفق، وتنزل الطيارة وينزل منها الضابط جاك وزميله بموتوسيكلات عشان يحصلوهم، وتحصل مناورة ما بينهم، ويضرب على أليكسيس نار ويزنق على العربية نقل عشان يعمل حادثة في الطريق ويعطلهم، لكن بيعدوا منها والطيارة بتبقى واقفة. بينط من فوقها وصاحبته بترمي قنبلة عليها وبتنفجر، وبرضه الضابط وراهم وينزل أليكسيس صاحبته ويخليها تركب موتوسيكل تاني وتاخد طريق تاني وتهرب. وجاك بيلحقه ويفرمل مرة واحدة ويدخل في باب خشب وينط من فوق الجبل ويفتح المظلة وينط. الضابط بينط وراه وبيمسك فيه وبينزلوا ضرب في بعض في الجو. وبيجي الضابط التاني ويكون قبض على صاحبته، وبيقول الضابط انت كده تكسب، اخيرا عرفت تقبض عليا. لكن صاحبته بتطلع مسدس وبترزعه طلقتين 3 وبيقع من فوق الجبل. وبيجي الضابط لصاحبته يقول لها احنا كده مهمتنا خلصت، ويسيبوها ويمشوا وهي واقفة مصدومة. وبعد 6 شهور بتكون شغالة في مطعم في دولة تانية، ويكون الشيف اللي في المطبخ هو أليكسيس، ويطلع كانوا عاملين علينا حوار وسافروا واتجوزوا وفتحوا المطعم ده. ممكن ذكائك يخليك تتفوق على ناس كتير، بس اوعى تستخدم ذكائك في تدمير البشر. الفيلم اسمه دوم 2 إنتاج 2006. لو عجبك الفيلم ادعمنا بلايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد.